كل جمهور نادي الإسماعيلي عنده ترقب من اللي هيحصل بعد كده، وأكيد كلنا منتظرين الإعلان عن الشراكة والاستثمار داخل النادي الإسماعيلي. زي ما كنا بنقول لحضراتكم قبل كده إن تقريبا المفاوضات في مراحلها الأخيرة، وإن الناس شبه اتفقوا على كل حاجة، وكلنا دلوقتي بنعد الأيام ومنتظرين الإعلان الرسمي من داخل النادي الإسماعيلي لوجود شركة خارجية للاستثمار وقيادة النادي الإسماعيلي الفترة اللي جاية. اعتقد ان ده حلم كل مشجع اسماعيلاوي الحقيقه، واللي طال انتظاره واللي بيتمنى يشوفه داخل النادي، لان زي ما احنا عارفين الاوضاع سيئه جدا وتكاد تكون كارثيه، وان للاسف الانتخابات او الناس اللي بتقدم نفسها وتكون موجوده داخل الاسماعيلي ما عندهاش القدره ولا الامكانيه ان هي تطبق استراتيجيه او افكار وتقدر تنتشل النادي الاسماعيلي من الوضع ده. وان للاسف كل اللي بيخش النادي الاسماعيلي يقول لك ما عنديش موارد ومضطر ان انا ابيع لعيبه، وبناء عليه بنمشي اليوم بيومه، ومفيش اي جديد بيحصل داخل النادي الاسماعيلي. مفيش العقليه اللي تقدر تستثمر واللي تقدر تخلق فرص للنادي الاسماعيلي عشان يقدر يعتمد على نفسه، وان ده سبب رئيسي في تدمير النادي الاسماعيلي على مدار كل السنين اللي فاتت وعلى مدار المجالس اللي تولت قياده النادي الاسماعيلي. فنأمل إن شاء الله إن في القريب العاجل يتم الإعلان عن الاستثمار داخل النادي. معادنا مع فيديو جديد هنتكلم فيه عن بعض الأمور والتفاصيل اللي ليهم علاقة بالنادي الإسماعيلي، وزي ما حضراتكم متعودين معانا بنطلب منكم إن انتوا تذكروا الله وكمان تصلوا على النبي محمد، ونأمل إن الفيديو ده يكون مميز وأكون عند حسن ظنكم. وطبعا في كل فيديو بنطلب من حضراتكم إن انتوا تدوسوا لايك، وكمان بنجدد ندائنا لأي حد مش مشترك في القناة يسعدنا إن هو يشترك فيها. عايزين نشوف قناتنا كبيرة عشان تهتم اكتر ونقدم فيديوهات بشكل يومي وتكون عند كل واحد بيشجع الاسماعيلي. خليني بس معلش هاخد من وقتكم حوالي 3 دقايق 4 دقايق بس، حابب اتكلم عن مباراة النادي الاسماعيلي مع مودرن، لان للاسف ما قدرناش ان احنا نعمل فيديو وكنت انا موجود في الشغل، فالظروف ما ساعدنيش ان انا اكون متواجد معاكم. ولكن يعني انا ما اتفرجتش على الماتش بشكل كامل عشان طبعا زي ما قلت لحضراتكم ظروف الشغل، ولكن كل ما بفتح اتفرج على الماتش بلاقي الاستحواذ ولاقي الكوره مع لاعبي مودرن سبورت. كمان اتفاجئت ان في لاعب من مودرن سبورت اتطرد في الدقيقه تقريبا 6، يعني نقدر نقول في بدايه المباراه، ولكن الخبرات والاستحواذ والامكانيات كلها كانت من نصيب مودرن سبورت. يعني انا اتفرجت تقريبا مثلا على 30 دقيقه او 35 دقيقه من الشوط الاول، النادي الاسماعيلي مش قادر يطلع بالكوره، مش قادر يعمل هجمه، مش قادر يستحوذ، بينقل الكوره بالرجل وهو خايف وهو مضغوط، مش عارف يعمل هجمه منظمه، هجمه واعده نقدر نسجل منها هدف. فالحقيقه انا مش قادر افهم ان احنا ازاي طوال المباراه ما قدرناش ان احنا نستغل النقص العددي ده. بيدل على امكانيات لعيبتك. طبعا اكيد احنا يعني عارفين ان الظروف صعبه جدا وان احنا ما عندناش خبرات وما عندناش امكانيات، وان فرقه مودرن سبورت الحقيقه فرقه رهيبه جدا. حتى انا كمان مش متخيل ازاي فرقه زي مودرن سبورت دي مش بتنافس على الدوري. يعني احنا بنشوف ان المدير الفني بتاعهم بيطلع حسام حسن وبيطلع محمد هلال وبيطلع علي الفيل وبيطلع علي زعزع وبينزل محمد مسعد وبينزل مش عارف مين. فرقه طبعا ايه يا عم اللعيبه دي كلها؟ بس فكرة ان احنا ما قدرناش نستغل النقص العادي ده، كنت على طول بقول ان النادي الاسماعيلي لو حقق الفوز ده كنا نقدر ان احنا ننفذ ان النادي الاسماعيلي يصعد كأحسن توالد في المجموعة. يعني بنقول ان النادي الاسماعيلي يوصل لابعد مدى، النادي الاسماعيلي يحاول يعمل اي حاجه في البطوله دي، خصوصا مع خروج طبعا بيراميدز والاهلي والزمالك، ففرصه تحاول توصل لنهائي البطوله في ظل غياب الانديه الكبار او اللي كانوا مرشحين ان هم ياخدوها. ولكن الحقيقه يعني قدر الله ما شاء فعل، واحنا عارفين ان البطوله دي بالنسبه لنا بطوله وديه، ولكن يعني انا الحقيقه كان عندي استغراب شديد جدا وتعجب ازاي مش قادرين نستغل النقص العددي طوال المباراه. طبعا شفنا كورة عبد الكريم مصطفى الحقيقة اللي مش عارف ازاي خرجت من تحت العارضة. كمان احمد عادل عبد المنعم شال اكتر من كرة الحقيقة في الشوط الاول، ولكن عامة يعني النصيب الاكبر والاستحواذ والفرص وكل حاجة كانوا من نصيب مودرن سبورت، وان الحمد لله يعني ان النادي الاسماعيلي ما اتغلبش وان هو طلع بنقطة من المباراة. كمان في نفس السياق ده خلينا نروح للاعب مودرن سبورت محمد مسعد، واللي طبعا كلنا عارفين ان هو موجود من اسماعيلية. بعد المباراة الحقيقة شفت وقريت بعض البوستات لبعض البيدجات اللي بتتكلم باسم جمهور نادي الاسماعيلي، بتهاجم اللاعب ان هو بيحزق وان هو بيلعب لاخر دقيقة وان هو يعني بيجتهد وبيجاهد وبيعافر، وان الناس يعني بيقولوا له ان انت بتلعب قصاد الفرق عادي وان قصاد النادي
النادي الاسماعيلي انت بتعمل كده بس. فالحقيقة انا بشوف البوستات دي بضحك جدا، لان انا اصلا مش قادر اتخيل ان انت ازاي كواحد من جمهور النادي الاسماعيلي تطلب من لاعب ان هو يتخاذل او ان هو ما يلعبش بجدية مع النادي اللي بيقبض منه واللي بياكل منه عيش. فانا مش فاهم حتى لو قصاد النادي الاسماعيلي. يعني حضرتك تخيل كده لو انا مثلا من اسماعيليه، او يا عم انا من اي حته تانية وبلعب قصاد النادي الاسماعيلي، واحنا عارفين ان جمهور نادي الاسماعيلي دي ناس بتفهم كوره وناس بتحب فريقها وبتتفرج عليه، فطبيعي جدا ان انا اموت نفسي في الملعب وان انا اعمل كل حاجه في الملعب عشان الجمهور بتاع الاسماعيلي ده يعجب بيا ويشاور عليا ويقول عليا حريف. فطبيعي ان انا اثبت لك ان انا لعيب وحريف ومهاري. ايه المشكله لما انا يا عم احزق قصاد الاسماعيلي؟ انا مش فاهم. ولكن بنشوف بعض البيدجات الحقيقه للاسف، يعني معرفش ازاي الناس دي بتتكلم باسم جمهور النادي الاسماعيلي ويتهموا اللاعب ويخوضوا في اعراضه وفي شرفه. كلام الحقيقه يعني بشع جدا. والناس بتنسى في الاول وفي الاخر ان موضوع الكوره ده موضوع تافه وان احنا بنسلي وقتنا. فيعني مش لازم نشيل ذنوب ومش لازم نخوض في اعراض في حاجه اصلا ملهاش لازمه ومش هتعود علينا بالنفع نهائيا في اي حاجه. فيعني احنا بنطلب من اصحاب البيدجات او الناس اللي بتتكلم باسم الاسماعيلي بلاش تطلب من اللاعب ان هو يتخاذل قصاد النادي الاسماعيلي. انا لو بلعب قصاد النادي الاسماعيلي والله العظيم لا اكل النجيله، لان انا مرتبط بنادي وعلى ذمه نادي وبقبض منه وباخد عقد منه، فطبيعي ان انا اجتهد واخلص له يعني. فانت باي حق تطلب من لاعب ان هو يعني يتخاذل وان هو ما يلعبش بجديه قصاد النادي الاسماعيلي؟ فرجاء من كل جمهور النادي الاسماعيلي ما نديش المواضيع اكبر من حجمها. زي ما قلت لحضرتك موضوع الكرة ده مش مستاهل كل الخناقة اللي احنا بنعملها. كلنا بنتكلم باسم الاسماعيلي وعايزين نشوف نادينا في افضل صورة ممكنة، ولكن في الاول وفي الاخر مش عايزين ننسى ان موضوع الكرة ده موضوع تافه جدا. تعالوا نروح للجنة المؤقتة او الادارة الجديدة للنادي الاسماعيلي. على حسب ما بيجينا بعض التعليقات الناس بتسألنا الادارة بتعمل ايه، الادارة ناوية على ايه، طب الادارة ساكتة ليه؟ أسئلة كتيرة جدا من جمهور نادي الإسماعيلي، ولكنها طبعا أسئلة مشروعة. كل جمهور نادي الإسماعيلي خايف على ناديه، كل جمهور نادي الإسماعيلي عايز يطمن على ناديه ويشوف ناديه في أفضل صورة ممكنة. أنا بأكد لك وبقول لك إن الإدارة بتشتغل وبتجتهد يعني وبتعمل كل ما في وسعها لإنقاذ النادي الإسماعيلي. بأكد لك مرة تانية ورابعة ومليون إن الإدارة شغلتها ومهمتها الوحيدة هي إنقاذ النادي الإسماعيلي والخروج بيه لبر الأمان. الحقيقة الناس مش ساكتة جدا، الناس بتتكلم مع كل الجهات وكل اللي ليه علاقة بالنادي الإسماعيلي. الناس بتحاول تتصرف وبتحاول تشوف حلول عاجلة، عشان طبعا هم عارفين إن إحنا في انتقالات يناير. فتح القيد مسألة ضرورية مفيش فيها أي هزار. فاحنا بنطمن الناس ان شاء الله كل الامور تكون على ما يرام للنادي الاسماعيلي. طبعا اكيد حضرتك وحضرتك خايفين وانا والله كمان خايف على مصير النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي هيروح لفين، الاداره الجديده هتعمل ايه؟ ولكن على حسب المؤشرات والمعطيات اللي بتجيلنا من جوه النادي الاسماعيلي فالامور ان شاء الله تكون شبه مطمئنه والامور تمشي على خير، وان شاء الله نشوف نادينا في افضل صوره ممكن. انا طبعا هنا عمال كل شويه اقول لك ان شاء الله، لان طبعا عارفين ان المشيئه دي باذن ربنا، وانا مش عايز اكد لك واقول لك ان النادي الاسماعيلي هيعمل وهيسوي. لازم اكون واضح وصريح وفي ثقه بيننا وبين حضراتكم. فالناس بتقول وبتاكد ان شاء الله النادي الاسماعيلي هيوصل لاتفاقات مع اللعيبه، النادي الاسماعيلي هيتمكن من فتح القيد والتعاقد مع لعيبه جديده. كل الامور اللي انا طرحتها لحضرتك دي كانت على الترابيزه الخاصه باداره النادي الاسماعيلي، والناس تعهدت وقالت ان احنا لازم نفتح القيد ولازم نجيد لعيبه جديده، لان طبعا الامور هتكون صعبه في حاله عدم فتح القيد. كمان تعالوا نروح لموضوع الايفواري جان موريل واللي ليه عند النادي الاسماعيلي مبلغ يقدر حوالي من 800 ل 890 الف دولار. اكدنا لحضراتكم قبل كده وقلنا ان وكيل اللاعب جان موريل خلاص وافق على تقسيط المستحقات، ولكن لازم يلتزم النادي الاسماعيلي بسدادها في موعدها المحدد. وكل للأسف اللعيبة الأجانب اللي ليهم فلوس اشترطوا على النادي الإسماعيلي إن هم ياخدوا فلوسهم في أقرب وقت. فكرة بقى إن النادي الإسماعيلي يدفع القسط الأول والقسط التاني بعدها ب6 شهور بسنة، الكلام ده مرفوض تماما. الوكيل أبلغ إدارة النادي الإسماعيلي إن لازم النادي الإسماعيلي يدفع دفعة أولى تقدر بحوالي 300 ألف دولار، ولازم المبلغ المتبقي النادي الإسماعيلي يدفعهم في أقل من شهرين. ده الكلام النهائي اللي وصل للنادي الإسماعيلي من خلال المفاوضات والمحادثات الجارية اللي شغالة مع وكيل الإيفواري جان موريل، وإن اللاعب زي ما قلت لك ما عندوش أي مانع إن هو يقسط فلوسه وجدولتها مع النادي الإسماعيلي.
حضرتك طبعًا هتسألني تقول لي طب هم الناس واقفين على إيه أو الناس منتظرين إيه؟ هاقول لك إن الإدارة مستنية ضخ فلوس عشان يقدروا يدفعوا المستحقات الخاصة باللعيبة الأجانب. الناس خلاص خلّصت تقريبًا مع كل اللعيبة الأجانب باستثناء واحد مثلًا، ولكن في انتظار الفلوس والموارد المالية عشان الناس لازم تلتزم بالمواعيد المحددة في الاتفاق، لإن إحنا عارفين إن النادي الإسماعيلي لمّا يتأخر عن سداد الدفعة التانية كأن كده النادي الإسماعيلي ما دفعش أي فلوس. بالمناسبة ده اللي حصل مع اللاعب البوليفي كارميلو، لأن أيام نصر أبو الحسن اداله دفعة أولى ولكن ما التزمش بسداد القسط التاني والتالت، وبناء عليه طبعا الفيفا بيحكم بكامل المبلغ مرة أخرى. فدي مشكلة كبيرة جدا إن أنت تلاقي نفسك بتدفع المبلغ مرة واتنين وتلاتة، وده لسبب بسيط لأن أنت مش ملتزم بسداد الأقساط في المواعيد المحددة. فاحنا بنأكد مسافة ما يدخل فلوس للنادي الإسماعيلي اوتوماتيك بدون أي كلام وبدون أي تفاصيل النادي الإسماعيلي هيبعت الدفعة الأولى للاعب الإيفواري جان موريل، وإن شاء الله بإذن الله العقوبة دي تتشال من على السيستم والإسماعيلي يتمكن من فتح القيد. كمان في نفس السياق تعالوا نروح للاعب البوليفي كارميلو، واللي عارفين زي ما حضراتكم إن اللاعب خلاص تنازل عن قضيته مع النادي الإسماعيلي بشرط إن النادي الإسماعيلي يلتزم بسداد الأقساط في المواعيد المحددة. عارفين إن النادي الإسماعيلي دفع القسط الأول والدفعة الأولى للاعب كارميلو، وإن المفروض المستحق من الدفعة الثانية تكون في منتصف يناير، ولكن النادي الإسماعيلي عمل حركة جميلة جدا وهو إن دفع 150 ألف دولار للاعب بشكل مقدم، وده عشان النادي الإسماعيلي يحاول يبعد أو يتلاشى عن فكرة إن هو يتعثر في سداد المستحقات في المواعيد المحددة. بالبلدي كده إدارة النادي الإسماعيلي بتقول لك يا عم أنا عايز أخلص لحد شهر يناير عشان ما أجيش في منتصف يناير أبدأ أبص حوالين نفسي. طبعا السؤال اللي حضرتك بتسأله تقول لي طب يا عم طالما إحنا معانا 150 ألف دولار ليه ما دفعناهمش للاعب الإيفواري محمد لامين كونيه وكمان يشيل العقوبة من على السيستم؟ ما أنا لسه قايل لحضرتك من ثانية واحدة إن النادي الإسماعيلي خايف يدفع الفلوس لمحمد لامين كونيه وبناء عليه يتعثر في سداد الدفعة الثانية للاعب البوليفي كارميلو، فطبعا اللاعب البوليفي هيبعت للفيفا ويقول لهم النادي الإسماعيلي مش ملتزم معايا، وبناء عليه النادي الإسماعيلي هيتعاقب بإيقاف القيد طبعا بعد شكوى كارميلو. فالنادي الإسماعيلي عايز يزق ويبعد شوية مشكلة كارميلو وكده يتبقى قسط واحد بس للاعب كارميلو، وإن شاء الله بإذن الله الإدارة تنجح في سداده وانتهاء المشكلة دي نهائيا، لأن ده صداع في راس الإدارة الجديدة الحقيقة اللي متكتفة ومش عارفة تتصرف بشكل كامل، لأن طبعا عارفين إن عدم وجود سيولة مادية داخل النادي ده اللي بيأخر أمور كتيرة جدا وبيأخر مشاريع من المفترض إن شاء الله إن الفترة اللي جاية هتقوم ويكون في موارد للنادي. تعالوا كمان نروح لطلبات النادي الإسماعيلي من الأهلي بشأن استعارة لاعبيه في الانتقالات الشتوية الحالية. زي ما احنا عارفين ان النادي الاسماعيلي فاتح خطوط اتصال مع ادارة النادي الاهلي عشان يتمكن من استعارة اي من لاعبيه اللي مش هيعتمد عليهم الفترة اللي جاية، ولكن للأسف عارفين ان في مشكلة كبيرة جدا وهي العقود الضخمة اللي بيتقاضاها كل لاعبي النادي الاهلي. ده طبعا الامر اللي مش متوفر ومش متاح عند النادي الاسماعيلي، فطبعا هنحتاج ناخد مفاوضات ونحاول ان احنا نقنع اللاعب ان هو يكون موجود داخل صفوف الاسماعيلي. على حسب المعلومات اللي عندنا ان النادي الاسماعيلي اتكلم مع ادارة النادي الاهلي بشأن استعارة الحارس محمد سيحة عشان يكون موجود مع النادي الاسماعيلي لنهاية الموسم. بعد التقارير الصحفية اتكلمت وقالت ان النادي الاسماعيلي برضو خاطب النادي الاهلي عشان يتمكن من استعارة مدافعه احمد رضا، والحقيقة انا اكون واضح وصريح معاكم وما عنديش معلومة واضحة ومؤكدة فكرة التعاقد او فكرة ان النادي الاسماعيلي اتكلم مع احمد رضا، ولكن اللي انا متأكد منه ان النادي الاسماعيلي بالفعل خاطب الاهلي عشان يتعاقد مع حارس مرمى. عارفين طبعا ان عندنا ازمة ومشكلة كبيرة جدا في مركز حراسة المرمى، وان انت تكمل باحمد عادل عبد المنعم والحارس الثالث عبد الرحمن محروس فدي مشكلة كبيرة جدا جدا هتواجه النادي الاسماعيلي. خليني طبعا اكد لحضرتك واقول لك اداره النادي الاهلي بتفكر في ايه وهل هتوافق على رحيل محمد سيحة للاسماعيلي ولا لا. اداره النادي الاهلي وصل لها عرض من النادي المصري لاستعاره احد حراسه وهم محمد سيحة او حمزة علاء. النادي المصري عايز حارس مرمى من النادي الاهلي وبنسبه كبيره جدا داخل في الحارس حمزة علاء،
والنادي المصري قدم عرض استعارة لمدة موسم ونص، وفي موافقة مبدئية من الحارس ان هو يروح للنادي المصري عشان عارف ومتأكد وواثق ان هو هيلعب ويشارك بشكل اساسي، كمان هياخد مقابل مادي ضخم جدا جدا داخل المصري. فطبعا احنا ممكن نكون قدام ازمه، هل النادي الاهلي هيوافق على رحيل اتنين من حراسه اللي هم حمزه علاء ومحمد سيحه؟ فكده هيتبقى محمد الشناوي وشوبير، فلسه مش عارفين الامور هتروح لفين. هل اداره النادي الاهلي هتوافق على رحيل محمد سيحه للاسماعيلي؟ هل اداره النادي الاسماعيلي هتنجح باقناع محمد سيحه باللعب داخل صفوف الاسماعيلي؟ لسه الامور والرؤيه مش واضحه لحد دلوقتي. طبعا مع فتح القيد بشكل رسمي للنادي الاسماعيلي كل الامور هتبان وهتظهر لنا، ولكن دلوقتي لسه مجرد كلام، واي حد يقول لك حاجه اكيده اوعى تصدقها، لان النادي الاسماعيلي لحد دلوقتي لم يتمكن من فتح القيد والتعاقد مع لعيبه. وباكد لحضراتكم مره تانية وتالتة وعشرة، مشكله النادي الاسماعيلي مش هتخلص مع فتح القيد للفيفا. عندنا مشكله وهو ايقاف القيد المحلي والخاص بقضيه نجوم المستقبل واللاعب ابراهيم حسن. فاحنا مش عايزين نحط كل تركيزنا او ان احنا نفتكر النادي الاسماعيلي هيفتح القيد مع الفيفا خلاص هيتعاقد مع لعيبه، لا، لسه لازم تقعد على طاوله المفاوضات مع محمد الطويله رئيس نجوم المستقبل، لان ليه مستحقات عند النادي الاسماعيلي بتقدر بحوالي من 70 ل 75 مليون جنيه. ده رقم ضخم جدا، ده احنا بنتكلم تقريبا في مليون ونص دولار. فده يبين لك قد ايه ان اللجنه بتشتغل الحقيقه بكل جهد، ده يبين لك قد ايه كل الصعوبات والمشاكل والازمات اللي بتواجه الاداره للنادي الاسماعيلي. فاحنا من هنا بندعمهم ونساندهم ونأزرهم ان هم ان شاء الله ينجحوا في انهاء كل المشاكل والازمات. الموضوع مش سهل زي ما احنا عارفين، ولكن احنا بنقول ان الاداره هي مكلفه من وزاره الشباب والرياضه. الاداره اللي موجوده دلوقتي هم رجال دولة عندهم الكفاءة والقدرة في حل المشاكل، وإن شاء الله بإذن الله ده اللي إحنا نتمناه معاهم، وده اللي إحنا بنتمناه إن هم ينهوا كل المشاكل اللي موجودة داخل النادي الإسماعيلي عشان الاستثمار يكون موجود ويحاول بقى يعمل لنا الطفرة ونشوف فرقة كبيرة وفرقة مختلفة عن اللي كنا بنشوفه قبل كده. خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، نأمل إن إحنا نكون ضيف خفيف على حضراتكم، نأمل إن النادي الإسماعيلي يكون في أفضل صورة ممكنة، نتمنى ان النادي الاسماعيلي يقف على رجليه ونكون بقى ند قوي لكل الفرق اللي موجوده في الدوري. كل اللي انا بطلبه من حضراتكم ان احنا نساند وندعم الاداره الجديده، طالما بتشتغل النادي وطالما ماشيه على الطريق الصحيح لازم نساند وندعم ونقف في ظهرهم. ولكن لما نلاقي ان في تواطؤ او نلاقي في تباطؤ في انهاء الاجراءات او في انهاء اي حاجه ليها علاقه بالنادي الاسماعيلي، بنطلع نتكلم وننتقد ونقول ونعمل كل حاجه عشان مصلحه النادي الاسماعيلي. كل امنياتنا بالتوفيق للدراويش في اللي جاي، وان شاء الله باذن الله نشوف النادي الاسماعيلي في افضل صوره ممكنه. اكيد طبعا في النهايه يسعدني تكتب لي وجهه نظرك وارائك في التعليقات تحت عشان نرد عليها ونتناقش عليها على طول. كمان بس حابب ادعي حضراتكم ان انتوا تشرفوني على صفحتي على الفيسبوك، بنتكلم في امور كتيره جدا جدا ليها علاقه بالاسماعيلي. يسعدني طبعا ان انتوا تكونوا موجودين معايا. اسم الصفحه محمد سيد كامل بالعربي والانجليزي. اكيد يشرفني وجود حضرتك، ما تنساش تدوس لايك للفيديو. احنا الدراويش، انا الاسماعيلي، انا الفن والحرفنه واللعب البرازيلي من ايام رضا وشحته والعربي وميمي درويش، والدراويش هم الدراويش، الدراويش هم الدراويش.